أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيمسنا كلنا تقريبا، فكرة إن الواحد يكون لطيف زيادة عن اللزوم. يعني بنحب الشخص اللطيف، أكيد دي صفة كويسة جدا، بس أوقات بنشوف ناس بنحس إنهم طيبين زيادة حبتين. أيوة، اللي هو اللطف بيوصل لمرحلة ممكن تكون مرهقة للشخص نفسه. بالظبط، كأن النية الطيبة دي بتخليهم يتنازلوا عن حاجات أو يجوا على نفسهم بزيادة. فالسؤال بقى، هل ممكن الرغبة دي إننا نكون دايماً مقبولين ومرضيين، هل ممكن يكون ليها جانب سلبي مش واخدين بالنا منه؟ ده اللي هنحاول نفهمه النهاردة. تمام. المصدر الأساسي اللي هنعتمد عليه هو مقتطفات من النسخة العربية لكتاب مشهور اسمه لا تكن لطيفاً أكثر من اللازم لديوك روبنسون. الكتاب ده بيحلل فكرة نزعة اللطف وإزاي ممكن توقعنا في أخطاء سلوكية ليها تأثير سلبي. النهاردة هنركز على أول 3 أخطاء بيطرحهم الكتاب. مهم نوضح إن الهدف مش وصفات سحرية. لا خالص، الفكرة هي استكشاف، نفهم أكتر الدوافع ورا تصرفات بنعملها كلنا بنوايا كويسة في الغالب، بس نتائجها مش دايما مريحة. هنشوف إزاي الكتاب بيفسرها وإيه الأفكار البديلة اللي بيقدمها. طيب جاهزين نبدأ الرحلة دي؟ خلينا ندخل في صلب الموضوع. الفكرة الأساسية اللي الكتاب بيبدأ بيها هي إن الواحد لما يحط هدف إرضاء الناس وتجنب إزعاجهم كأولوية أولى دايماً، فوق كل اعتبار تاني. أيوة، ممكن يلاقي نفسه بيتصرف بطرق بتيجي عليه هو شخصياً. مش بقصد وحش، لأ. هي نتيجة طبيعية للمبالغة في اللطف ده. بالظبط، يعني ممكن يوصل لدرجة إنه يتجنب يطلب أي حاجة لنفسه، أو يبقى حساس زيادة قوي المشاعر اللي حواليه لدرجة إنه يتجاهل هو حاسس بإيه أو محتاج إيه. أو يكبت غضبه خالص عشان المركب تمشي زي ما بيقولوا. تمام. والنقطة دي بالذات بتوضح مفهوم أخطاء اللطفاء زي ما الكاتب بيسميها. هو مش بينتقد اللطف نفسه، اللطف كويس طبعا، أكيد. لكن بيتكلم عن الأفعال اللي الدافع وراها طيب بس النتيجة بتاعتها سلبية على الشخص. يعني تخيلي النية الطيبة دي بتؤدي لإيه؟ إيه؟ إرهاق مستمر، إحساس بالاستياء الداخلي، كأن الواحد مظلوم أو مستغل. تقدير الذات ممكن يقل جدا، وممكن كمان الناس اللي حواليك يبدأوا ياخدوا اللطف ده كأمر مسلم بيه أو حتى يستغلوه. أها، يعني النية لوحدها مش كفاية؟ أبداً. لو السلوك اللي نابع منها مش صحي للشخص نفسه يبقى فيه مشكلة. والكتاب بينبه لنقطة مهمة برضه، الأنماط دي مش خاصة بجنس معين. يعني مش ستات بس أو رجالة بس؟ لا خالص، دي سلوكيات بنشوفها عند الكل. ممكن بس طريقة ظهورها تختلف شوية بين الراجل والست، لكن الجذر واحد. اللي هو إيه الجذر ده؟ هو فكرة إننا بنتعلم أو بنتبنى مع الوقت طرق تعامل معينة هدفها الأساسي نتجنب الرفض، نتجنب الصدام، نتجنب حكم الناس علينا. مفهوم. طيب ندخل في أول خطأ بقى من ال3 اللي هنركز عليهم، محاولة الكمال. السعي ده إن الواحد يكون مثالي في كل حاجة، في الشغل، في البيت، في الشكل، في كل تفصيلة صغيرة. يا ترى إيه السبب الحقيقي ورا الرغبة الملحة دي في الكمال؟ الكتاب بيقول إيه؟ الكتاب بيربطها بشكل مباشر بنزعة اللطف دي، بالرغبة العميقة قوي في إن الناس تقبلنا. كأن الواحد بيقول لنفسه أو في صوت جواه بيقول لو أنا مش كامل 100%، لو في أي غلطة، لو في أي نقص، الناس مش هتحبني. مش هتقبلني. بالظبط، ممكن ينتقدوني، ممكن يرفضوني. الخوف ده، الخوف من حكم الآخرين ومن الرفض، ده المحرك الأساسي ورا هوس الكمال ده. والكتاب بيأكد إن دي مش فطرة مولودين بيها، دي حاجة بنكتسبها، بنتعلمها يعني؟ بنتعلمها وبتترسخ فينا يمكن من واحنا صغيرين بسبب رسائل معينة وصلت لنا من الأهل، من المدرسة، من المجتمع. رسائل ممكن تكون ربطت قيمتنا كأشخاص بأدائنا، بإنجازنا، بشكل مبالغ فيه شوية. فلازم أكون كامل عشان أحس إني كويس. طب وهنا بقى الحتة اللي بتحير، إزاي حاجة شكلها كويس زي السعي للتميز، إن الواحد يبقى شاطر، إزاي دي ممكن تتقلب وتبقى مضرة؟ هو ده بالظبط. الكتاب بيشرح إن النوايا الكويسة دي لما بتزيد عن حدها وتوصل لهوس بالكمال بتعمل مشاكل. زي إيه؟ أول حاجة، استنزاف فظيع للوقت والطاقة. الواحد بيضيع مجهود جبار في تفاصيل ممكن تكون مش مهمة قوي عشان بس يوصل لمعايير أصلاً ممكن تكون مش واقعية. مه. تاني حاجة، قلق وتوتر مستمر، خوف دائم من الفشل، من إني ما عملش الحاجة بالشكل المثالي اللي في دماغي أو اللي متخيل إن الناس عايزاه. ده لوحده مرهق جدا. طبعاً. تالت حاجة، ودي ممكن نستغربها، إن العلاقات نفسها ممكن تتوتر. إزاي؟
الشخص اللي مهووس بالكمال ده ممكن يبقى صعب في التعامل معاه، ممكن يكون بينتقد كتير أو بيضغط على اللي حواليه عشان يكونوا مثاليين زيه، أو الناس تحس إنه مش حقيقي، لابس قناع الكمال ده طول الوقت. وممكن كمان يبقى صعب عليه يتقبل النقد. جدا. دي النقطة الرابعة والمهمة، صعوبة رهيبة في إنه يسمع أي ملحوظة أو نقد، حتى لو كان نقد بناء وهيفيده، بيعتبره هجوم شخصي على قيمته كلها لأنه رابط قيمته بكماله. ياه. طب والحل إيه حسب الكتاب؟ إيه البديل لدوامة الكمال دي؟ الكتاب بيطرح بدائل فكرية صحية أكتر. أهم فكرة هي القبول غير المشروط. قبول إيه بالظبط؟ قبول النفس الأول، إني أقبل نفسي زي ما أنا، بمميزاتي وبعيوبي، وقبول الناس اللي حواليا كمان بنفس الطريقة، من غير ما أحط شروط مثالية. ده بيخلق جو آمن في العلاقات. تمام. وفي مفهوم تاني مهم بيطرحه، هو الاعتماد المتبادل الصحي. يعني إيه؟ يعني الفكرة مش إني أكون معتمد تماماً على رضا الناس عشان أحس بقيمتي، وده خطر بيجي مع السعي للكمال، أها. ولا إني أكون مستقل تماماً ومنعزل وكأني مش محتاج حد خالص. لأ، الاعتماد المتبادل الصحي هو إننا نفهم إننا كبشر بنحتاج لبعض وبنكمل بعض بشكل متوازن وصحي، وده طبيعي ومش بينقص من قيمة حد فينا. يعني الخلاصة في النقطة دي إننا محتاجين نتخلى عن وهم الكمال ده؟ إلى حد كبير نعم. الفكرة إن قيمتنا الحقيقية كبني آدمين مش مرتبطة بإننا لازم نكون مثاليين طول الوقت أو منغلطش أبداً. أمال مرتبطة بإيه؟ القيمة الحقيقية زي ما بيلمح الكتاب بتيجي أكتر من إننا نكون حقيقيين، أصيلين، صادقين مع نفسنا ومع اللي حوالينا. إن الواحد يعبر عن نفسه زي ما هو، بنقاط قوته وضعفه، بشجاعة. ده في النهاية بيوصلنا للقبول الذاتي الحقيقي، وهو ده الأساس لعلاقة صحية مع النفس ومع الآخرين كمان. كلام مهم قوي. طيب ننقل على الخطأ التاني اللي بيتناوله الكتاب، إن الواحد يشيل التزامات ومسؤوليات أكتر من طاقته. مين فينا ما جربش الإحساس ده؟ إنك غرقانة في المهام ومش لاحقة تعملي أي حاجة لنفسك أو ترتاحي شوية. إحساس منتشر جدا للأسف. الكتاب بيربط الإحساس ده بشكل مباشر بالشخص اللي بيلاقي صعوبة يقول لأ، فبيلاقي نفسه شايل فوق طاقته في الشغل، في البيت، مع الأصحاب. أيوة، بيقدموا أمثلة واقعية قوي، زي إن الواحد يفضل سهران طول الليل يخلص شغل لحد تاني وهو عنده شغل الصبح. أو يضحي بوقته الخاص تماماً، مفيش وقت للهوايات، للراحة، عشان بس يبقى متاح للكل طول الوقت لو حد احتاج حاجة. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ إيه الأسباب اللي الكتاب بيحللها؟ هو بيرجع ده لمجموعة أسباب متداخلة. أول وأشهر سبب هو الصعوبة الكبيرة في استخدام كلمة لأ. الخوف من عواقب اللأ دي. بالظبط. الخوف إن الرفض الطلب ده هيزعل اللي قدامي، أو هيخليه ياخد موقف مني، أو هيشوفني شخص مش خدوم. تمام. تاني سبب؟ الرغبة القوية في إرضاء الكل. عايز أكسب محبة الناس وتقديرهم، فالطريقة هي إني أكون دايماً موجود وبعمل اللي بيطلبوه. وفي كمان الخوف من الرفض الاجتماعي، يعني لو ما بقتش متعاون وخدوم كفاية الناس هتبعد عني أو هتنتقدني. والنقطة الرابعة اللي أعتقد إنها عميقة قوي، اللي هي ربط قيمة الذات بالمساعدة؟ أيوة، كأن الواحد مش بيحس إنه كويس أو ليه قيمة إلا لما يكون بيعمل حاجة لحد تاني. وده للأسف ممكن يكون مؤشر إن تقدير الذات الداخلي قليل شوية ومحتاج شغل عليه. والنتيجة الحتمية للضغط ده كله أكيد مش كويسة. طبعاً. الكتاب بيوضح إن أول حاجة بنحس بيها هي الإرهاق، جسدي ونفسي. الواحد بيبقى ماشي بيجر نفسه حرفياً. تاني حاجة؟ أها. تالت حاجة، جودة الشغل نفسه أو المهام اللي بيعملها بتقل. طبيعي، لما أكون بعمل مليون حاجة في نفس الوقت وتحت ضغط، التركيز بيقل والأخطاء بتزيد. وممكن توصل لمشاكل صحية حقيقية. أكيد. الإجهاد المتواصل ده ممكن يسبب مشاكل صحية كتير. طب ده يخلينا نسأل السؤال المهم، الحل إيه؟ يعني إزاي أقدر أساعد الناس وأكون متعاونة وفي نفس الوقت أحافظ على طاقتي وصحتي؟ التوازن ده يجي إزاي؟ هو ده بالظبط الكلمة المفتاحية اللي بيقترحها الكتاب، التوازن. بيستخدم تشبيه لطيف قوي، بيقول إن الحياة زي ركوب العجلة، لو ملت يمين زيادة قوي أو شمال زيادة قوي هتقع. لازم تفضل محافظ على توازنك في النص. يعني إيه توازن في السياق ده؟ التوازن هنا ببساطة معناه إن الواحد يعرف حدوده كويس، حدود طاقته، حدود وقته، ويحدد أولوياته بناء على الحدود دي. وهنا تيجي أهمية اللأ. بالظبط. هنا بتظهر أهمية مهارة أساسية الكتاب بيشدد عليها جدا، إن الواحد يتعلم يقول لأ بطريقة مناسبة.
طريقة مناسبة إزاي؟ يعني مش لأ بعدوانية أو ببرود وجفاء، لأ، لأ محترمة واضحة وهادية، لما تكون فعلا مش قادر أو لما يكون الطلب ده هيجي على حساب صحتك أو على حساب أولويات تانية أهم متفق عليها أو ضرورية ليك. دي مهارة محتاجة تدريب. جدا. ولو بصينا للصورة الأكبر شوية هنلاقي إن تنظيم الوقت وتحديد الأولويات وتعلم قول لأ بشكل صحي دي مش أنانية خالص زي ما ناس ممكن تفتكر. أمالي؟ دي أدوات ضرورية عشان نحافظ على نفسنا، عشان نقدر نستمر في العطاء الإيجابي بشكل صحي، بدل ما الواحد يولع شمعته من الناحيتين زي ما بنقول فيتحرق بسرعة ويفقد القدرة إنه يساعد أي حد بما فيهم نفسه. يعني حماية للنفس عشان نقدر نكمل. بالظبط. والكتاب كمان بيقدم نصايح عملية مفيدة في الحتة دي، زي إيه؟ زي إنك لما تيجي توافقي على مهمة أو التزام تقدري الوقت اللي هتاخده بشكل واقعي، بلاش تفاؤل زيادة في تقدير الوقت. ونزنق نفسنا في الآخر. أيوة. وبيقول كمان مهم دايما نسيب مساحات فاضية في جدولنا للطوارئ، للراحة، لأي حاجة غير متوقعة، بيسموها السلاك تايم. وقت فراغ احتياطي يعني. تمام. وإن استخدام أدوات بسيطة زي نوتة أو أجندة أو أي تطبيق لتنظيم المهام فعلا بيفرق في السيطرة على الالتزامات دي بدل ما هي اللي تسيطر علينا. ممتاز. طيب نروح للخطأ الثالث والأخير اللي هنغطيه النهاردة، وهو عدم قول ما تريد. أقصد هنا صعوبة إن الواحد يعبر عن رغباته، عن احتياجاته بشكل مباشر وصريح. أيوة، الميل للتلميح بدل التصريح. بالظبط. بنلاقي نفسنا كتير بنلمح من بعيد لبعيد أو بنسكت خالص ومستنيين إن اللي قدامنا ده يكون عنده قدرات خارقة بقى ويقرأ أفكارنا ويفهم لوحده إحنا عايزين إيه أو نفسنا في إيه. ليه بنستصعب الطلب المباشر ده؟ الكتاب بيقول إيه عن الأسباب؟ مرة تانية بيرجعها لمجموعة مخاوف. زي إيه؟ ممكن يكون خوف من الخلاف، يعني لو طلبت حاجة واللي قدامي رفضتها ممكن يحصل مشكلة أو زعل، فأتجنب الطلب من الأول. أو خوف إني أبان أنانية؟ بالظبط، خوف من الظهور بمظهر الشخص اللي بيفكر في نفسه بس، خصوصا لو اتربينا إن العطاء هو القيمة الأعلى دايما، أو ببساطة خوف من تجربة الرفض نفسها. كلمة لأ لما بتتقال لنا ممكن تكون مؤلمة لمشاعرنا، فبنتجنب نحط نفسنا في الموقف ده. والكتاب بيأكد إن ده سلوك بنتعلمه برضو. في الغالب مش طبيعتنا الفطرية إننا ما نعرفش نعبر عن احتياجاتنا الأساسية. بنتعلم مع الوقت إن التلميح أو السكوت ممكن يكون أسلم في بعض المواقف، فبيتحول لنمط. واللي يلفت النظر كمان إن الكتاب بيوضح إن قدرتنا على التعبير المباشر ده مش ثابتة، بتختلف حسب إيه؟ حسب الشخص اللي بنتكلم معاه. يعني ممكن ألاقي سهولة أكتر إني أقول لصديقتي المقربة أنا محتاجة إيه عن إني أقول لمديري في الشغل أو لشخص لسه عارفاه. كل دايرة علاقات ليها حساسيتها ومخاوفها. تماماً. طيب ولما بنفضل نلمح أو نسكت وما نقولش اللي عايزينه بوضوح، إيه اللي بيحصل غالباً؟ إيه النتائج السلبية اللي الكتاب بيرصد لها؟ مجموعة نتائج بنشوفها كتير حوالينا بصراحة. أول حاجة الإحباط الداخلي، بحس بالضيق والإحباط لما أحس إن احتياجاتي مش بتتحقق ورغباتي بتتجاهل وأنا مش عارف أوصل لها. تاني حاجة؟ سوء الفهم المتكرر في العلاقات، الطرف التاني فعلا ممكن يكون مش فاهم أنا عايز إيه بالظبط طول ما أنا بس بلمح تلميحات غامضة، وده ممكن يوتر العلاقات. أكيد. دي النقطة الثالثة، العلاقات نفسها ممكن تتوتر وتتأزم بسبب الإحباط المتراكم ده وبسبب سوء الفهم اللي بيحصل. والنقطة الرابعة دي خطيرة شوية، اللي هي السلوك السلبي العدواني. ممكن توضح لنا أكتر حتة السلوك السلبي العدواني دي يعني إيه بالظبط؟ أكيد. السلوك السلبي العدواني أو الباسيف أجريسيف هو ببساطة لما الشخص يتجنب المواجهة المباشرة عشان يعبر عن غضبه أو استيائه أو رغبته، ويلجأ لطرق غير مباشرة بدل كده. زي إيه مثلاً؟ يعني مثلا بدل ما أقول لزميلي إني متضايق إنه اتأخر على الاجتماع بتاعنا، ممكن أفضل ساكت طول الاجتماع وأتعامل معاه ببرود ملحوظ بعد كده. أو أرمي كلمة في نص الكلام تبان عادية بس هي فيها تلميح جارح ليه علاقة بتأخره. مثال تاني مشهور، بدل ما أرفض طلب أنا مش قادر عليه بصراحة ووضوح، أوافق وأفضل أجل وطلع حجج وماطل لغاية ما الطرف التاني يزهق ويبطل يطلب. فهمت. كأنه بيوصل رسالة الاستياء بس من تحت لتحت. بالظبط. ودي كلها أشكال من التعبير غير الصحي وغير الفعال عن المشاعر أو الاحتياجات. طيب يبقى إيه البديل الصحي اللي بيقترحه الكتاب بدل اللف والدوران ده أو السلبية العدوانية؟ البديل هو مفهوم مهم جدا ومحتاج تدريب برضه، اسمه تأكيد الذات أو الاسيرتيفنس. تأكيد الذات. أيوة، تأكيد الذات ده هو المنطقة الوسط الصحية جدا بين طرفين غلط.
الطرف الأول هو السلبية المطلقة، إني أتنازل عن حقوقي واحتياجاتي تماماً وما أعبرش عنها. والطرف التاني؟ الطرف الثاني هو العدوانية، إني أطلب حقوقي بصوت عالي وبهجوم وبقلة احترام للي قدامي. تأكيد الذات بقى في النص؟ بالظبط. تأكيد الذات معناها ببساطة القدرة على التعبير عن أفكارك، مشاعرك، رغباتك، احتياجاتك بوضوح وهدوء وثقة، وفي نفس الوقت تحافظي على احترامك لنفسك وتحافظي على احترام الطرف الآخر. الكتاب بيعتبر ده حق إنساني أساسي لكل واحد فينا، حق التعبير عن الذات بوضوح واحترام. طب إزاي نمارسه عملياً؟ في طرق معينة؟ أيوة، بيقدم طرق عملية لممارسة تأكيد الذات ده. أشهرها استخدام جمل بتبدأ بأنا بدل جمل بتبدأ بأنت. إزاي؟ يعني بدل ما أقول لزميلي أنت دايما بتتأخر وبتعطلنا، ممكن أقول أنا بحس بالقلق والتوتر لما بنتأخر على ميعاد الاجتماع عشان بنبقى ملتزمين بجدول معين. التركيز على شعوري أنا وتأثير الموقف عليا. بالظبط، بدل الهجوم المباشر اللي بيخلي الطرف التاني ياخد موقف دفاعي على طول. ومن الطرق كمان إن الواحد يطلب المساعدة أو يعبر عن رغبته بشكل مباشر وواضح. أنا محتاج مساعدتك في كذا، أنا نفسي نخرج النهاردة نروح المكان الفلاني، بدل التلميحات اللي ممكن تتفهم مليون معنى أو ما تتفهمش خالص. جميل جداً. بس برضو يبقى السؤال العملي، لو حد فعلاً متعود طول عمره على السكوت أو التلميح، البداية ممكن تكون صعبة. إزاي يبتدي يغير ده ويمارس تأكيد الذات؟ طبعاً البداية ممكن تكون صعبة، زي أي تغيير في سلوك أو اكتساب مهارة جديدة. الموضوع محتاج تدريب وممارسة وصبر على النفس. يعني خطوة خطوة؟ بالظبط. الكتاب بيشير لأهمية البدء التدريجي، يعني مش لازم فجأة أقرر إني هبقى صريح ومباشر وبأكد ذاتي في كل المواقف الكبيرة والمعقدة في حياتي. لا، ممكن أبدأ بمواقف بسيطة المخاطر فيها قليلة. زي إيه؟ زي مثلا إني أعبر عن رأيي بصراحة بس بلطف في اختيار فيلم هنتفرج عليه أو مكان هنخرج فيه، أو أطلب طلب صغير وبسيط من زميل في الشغل، أو أرفض دعوة لحاجة أنا مش مناسباني أو مش هقدر أروحها، بس أرفض بلطف ووضوح بسبب مقبول. تمام. كل مرة بنجح فيها في موقف صغير زي ده وأعبر عن نفسي بشكل صحي ومحترم، ثقتي بنفسي بتزيد. وببقى أجرأ شوية في المرة اللي بعدها. بالظبط، بقدر أطبق المهارة دي في مواقف أكبر وأهم تدريجيا. هي رحلة بناء ثقة وبناء مهارة، مش زرار بندوس عليه. تمام قوي. كده يبقى إحنا النهاردة استعرضنا بشكل مكثف إلى حد ما أول 3 أخطاء بيحذر منهم كتاب لا تكن لطيفاً أكثر من اللازم، وهم الكمال وتحميل النفس فوق طاقتها وعدم التعبير عن الاحتياجات بوضوح. وشفنا إزاي الكتاب بيربط ال3 دول بنزعة اللطف الزيادة أو المبالغ فيها، وإزاي بيقدم تفسيرات لأسبابها، وبيقدم كمان أفكار وحلول للتعامل معاها بشكل صحي أكتر. بالظبط. وأعتقد الخلاصة الأهم من كل ده هي إن مجرد الوعي بالأنماط دي في سلوكنا هو أول وأهم خطوة. تماماً. لما الواحد يبدأ يلاحظ نفسه هو بيجري ورا الكمال بشكل مرهق ليه وللي حواليه، أو هو بيقول حاضر وتمام على طول الخط حتى لو هو من جواه مش قادر أو مش عايز، أو هو بيحس بالإحباط والزعل لأنه مش عارف يطلب اللي محتاجه بصراحة ولطف. لحظة الوعي دي، لحظة الملاحظة الذاتية دي، هي الشرارة الأولى اللي ممكن تبدأ التغيير. والهدف في الآخر مش إننا نبقى قاسيين أو جافين. لا طبعاً، اللطف قيمة إنسانية عظيمة ومهمة جداً في التعامل. الهدف هو إننا نمارس اللطف ده بتوازن، بطريقة تحافظ على حدودنا النفسية والجسدية، وتحترم احتياجاتنا زي ما بنحاول نحترم احتياجات اللي حوالينا، عشان العطاء يبقى حقيقي ومستمر. بالظبط. ده اللي بيخلي التواصل الإيجابي والعطاء حقيقي ومستمر، مش مجرد تمثيل أو ضغط على النفس بينتهي بالانفجار أو الاستنزاف. كلام جميل ومهم جدا كخلاصة. وعشان نختم، ممكن نسيب سؤال كده مفتوح للتأمل والتفكير. سؤال نابع من قلب الأفكار اللي اتكلمنا فيها دي. السؤال هو، لو الواحد فكر كده في تصرفاته اليومية المعتادة، يا ترى إيه أكتر سلوك أو تصرف بيعمله بدافع اللطف بنية طيبة أكيد، لكن ممكن يكون التصرف ده بالذات هو أكتر حاجة بتستنزفه أو بتسبب له مشاكل أو إحباط من غير ما يكون واخد باله قوي؟ سؤال يستحق إن الواحد يقف عنده ويفكر فيه شوية. ممكن يساعدنا نفهم نفسنا أكتر ونعرف إيه اللي محتاجين نغيره عشان نكون ألطف مع نفسنا الأول.